مشروع الدجاج يقدر يدخل لك الملايين في الشهر. مشروع الدجاج يقدر يخليك تولي من الأغنياء. مشروع تربية الدجاج هو مشروع ناجح 100%. هذه كلها معطيات كنسمعوها، واليوم إن شاء الله وهذه غتكون هي الحلقة الأولى، وغتكون سلسلة من الحلقات كتكلم حول جميع يعني المراحل ديال تربية الدجاج والأنواع ديال طرق الكسب من الدجاج، وغنهضروا بتفصيل إن شاء الله في هذا الموضوع بحكم الخبرة ديالنا والمدة الطويلة ديال العمل ديالنا في هذا المجال إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غنهضر معكم بالتفاصيل. السلام عليكم. كما ولفتكم إن شاء الله اليوم فيديو جديد ديال في القناة ديالنا اللي كتهتم بالمشاريع ديال البادية. كما كنقول دائما تربية النحل، تربية الدجاج، الفلاحة، تربية الأغنام، تربية الأبقار، يعني جميع الميادين في البادية يعني عندنا إلمام بها وكنفهموا فيها الحمد لله وكنخدموا فيها ولله الحمد. كما قلت لكم اليوم ان شاء الله غتكون الحلقه خاصه حول تربيه الدجاج البيض. شحال التكلفه اللي غتخصنا باش نربيو واحد القطيع ديال الدجاج البيض، شحال المده اللي غنقدروا نخدموا به، وشحال ديال الارباح اللي غادي نقدروا نصوروها في هذا المشروع. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على 500 دجاجه. 500 دجاجه إلا بغينا المشروع ديالنا يكون ناجح 100%، خاص تكون البداية بداية صحيحة. والبداية ديال هذا المشروع الصحيحة هي أنك تبدأ المشروع من البيضة، يعني تكون عندك فقاصة وتاخد العدد ديال البيض تفقسو عندك، يخرج عندك الكتكوت، تربيه وتكبرو تيوصل العتشوقة الفروج، تبيع الفروج تحيدو وتخلي العتشوقة تبدا تبيض عندك. هذه الطريقة الصحيحة والأمثل باش تكون ناجح وباش تنجح، لأنك بعض الإخوان كياخدوه في عمر شهرين وكيبداو خدامين، هذا عنده إيجابيات وعنده سلبيات. إخوان أخرين كياخدوه في العمر ديال 6 شهور، يعني غيبدا يبيض، تا هو عنده إيجابيات ديالو وعنده سلبيات. ولكن أحسن طريقة هي أنك تبداه من البيضة، حيت ملي كتبداه من البيضة الفلوس يعني كيتفقس في المحيط اللي غادي يتربى فيه. هذه نقطة. كتعفى من هذيك انك تنقل الفلوس من بلاصه لبلاصه وتدخل في امراض ويعني والبرد وبزاف ديال الحوايج. يعني كتهزو من الفقاصه كيدخل عندك المحضن، كتكبرو في المحضن، من المحضن كيخرج للمسرح ديالو، يعني كيكبر في نفس الاجواء. كتكون يعني طريقه ديال التربيه أأمن وأسلم وأنجح. هذه مسألة الثانية أنها كتقام عليك بثمن أقل. كما قلت لكم يعني هاد السلالات اللي قلت لكم الخفاف كتقام عليك ما بين 45 درهم حتى 50 درهم، يعني ما كتعداش هاد القياس. بالنسبة للسلالات اللي هما تقال بحال الأسترالوب، السوسيكس، نيو هامشار، الرود، البلايموت روك، الامروك، المهم هاد السلالات اللي هي ثقيله اللي هي كتعدى 2 كيلو، كتوصل 3 كيلو، 3 كيلو ونص حتى 4 كيلو، يتقام عليك الإنتاج ديال الانتاج ما بين 65 درهم 60 درهم، يعني 60 درهم 65 درهم غتربيها من البيضه حتى توصل معاك للانتاج. الفرق ديالو واحد 15 درهم حتى 20 درهم ما بين هاد السلاله وهاد السلاله، وكيبقى معاك هاد الفرق حتى في الانتاج، لان السلالات اللي هما خفاف كيعطيوك بيض متوسط، يعني الحجم ديالو متوسط مقبول في السوق نوعا ما مقبول، يعني كتحيد منه شي حاجه ديال الديك اللي كتكون رقيقه، ولكن الاغلبيه كيكون مقبول. كياخذ شويه الوقت، يعني كتاخذ واحد شهرين او لا شهرين ونص باش الحجم ديال البيض كله يتكيليبرا، كيولي مقاد ومقاد ومقبول في السوق كامل. بينما السلالات اللي هي ثقيله كتعطيك بيض باحجام كبيره، ولكن كيكون حتى الاستهلاك ديالها كبير، يعني الاستهلاك ديالها في الاعلاف كيكون كبير، لهذا كيكون هامش الربح ديالها قليل. هادشي غنطرقوا ليه ان شاء الله حتى هو بالديتاي قدام في الفيديو ان شاء الله. وصلت عندنا هاد العتوقه كما قلنا، يا اما العتوقه نبقاو نقولوا هي الاشمينه، يا اما الاوزان الخفيفه ديال 50 درهم،
اولا الاوزان الثقيله ديال 65 درهم. وبدات عندنا الانتاج. كتبدا عندنا الانتاج في البدايه ديال الانتاج ديالها كتاخذ واحد الشهر اولا شهر ونص حتى لشهرين. يعني هاد الفتره هذه كتكون يلاه كتخلص الاعلاف ديالها فقط. علاش؟ لان كتكون كتخلص الاعلاف ديالها وتقدر تخلي لك واحد الهامش ديال الربح اللي هو قليل. لان مثلا الا عندك 500 دجاجه ما كتبداش تبيض عندك كامله دقه واحده. يعني كتاخذ واحد الشهرين كتبدا بالتدريج. كتبدا تبيض عندك 20 دجاجه 100 دجاجه 150 دجاجه حتى كتوصل يعني للقمه ديال الانتاج واللي هي يعني عندك 500 دجاجه تقدر تهز حتى 400 بيضه في النهار في البدايه ديال الانتاج. يعني كتوصل معاك حتى 400 بيضه. ملي كتوصل معاك 400 بيضه 350 بيضه 400 بيضه هذيك اللحظه كيبدا يعني كتبدا الارباح. 500 دجاجه كتاكل 50 كيلو ديال العلف. 50 كيلو ديال الالاف يعني خنشه ديال العلف كامله. الخنشه ديال العلف حاليا ديال البياضه جميع الشركات كتراوح ما بين 200 و 210 ديال الدراهم. في الانتاج ديالك انت غادي تهز واحد 400 بيضه. يعني 400 بيضه الا خديتي درتي ليها ثمن متوسط غدير لها واحد درهم ونص. يعني غتعطيك واحد 400 درهم. غتعطيك واحد 400 درهم و200 درهم هي 600 درهم. يعني 600 درهم غتحيد منها واحد 210 دراهم وغتحيد منها واحد 40 درهم يعني مصاريف اضافيه ديال الادويه فيتامينات مضادات السموم ادويه ديال الطفيليات الخارجيه. يعني مسائل اللي ضروري غادي تكون عندك يعني يوميا كتكون مصاريف اضافيه ضروري. اذا كنتي باغي تخدم على المشروع بطريقه ناجحه كتحيد 200 درهم 210 دراهم ديال الاعلاف ديالك في النهار. وكتحيد 40 درهم ما بين الادويه يعني جميع الادويه. يعني كتاخذ هذيك 40 درهم كتحطها وكتبقى تخدم بها مع المده. بهذه الطريقه كتكون عندك هاد الارباح. كانت عندك السلالات ثقيله فكيكون الاستهلاك اكبر. غادي يكون الاستهلاك ديالها اكبر. يعني الفرق ما بين 500 دجاجه ديال السلالات الخفيفه و500 دجاجه ديال السلالات الثقيله تقريبا كيكون واحد 20 كيلو. تقريبا واحد 20 كيلو. هو ما غاديش يعطيك واحد الهامش كبير ولكن مع الى حسبتي العام كامل. يعني الانسان اللي كيكون مقبل على مشروع راه كيحسب الناتج ديال العام كامل وكتحسب لهاد الدجاجه ملي كتكون الانتاجيه ديالها كبيره كتكون 400 بيضه 500 دجاجه كتكون تعطيك واحد 400 بيضه ولا 450 بيضه راه كتكون يعني مزيانه. ولكن في اوقات اخرى اللي كتنقص النسبه ديال الانتاج راه كتولي هذيك التكلفه الزائده ديال العلف كتولي عبء على المربي. هاد الربح اللي قلناه راه ما كيكونش العام كامل. يعني الا بديتي الانتاج من النهار الاول حتى النهار الاخر غادي تبقى الدجاجه كتعطيك 400 بيضه ولا 450 بيضه. هاد النسبه ديال الانتاج كتكون هي القمه ديال الهرم ديال الانتاج ديال هاد العتوبه اولا ديال هاد الدجاجه. وهاد الدجاجه كتبدا معانا من البدايه كتطلع حتى القمه وكتهبط عاوتاني تهبط وعاوتاني كتعاود تطلع. يعني كيكون عندنا واحد السلم هرمي كتطلع في الانتاج حتى كتوصل معنا 400 بيضه 450 بيضه وكترجع تهبط عاوتاني كتعاود عاوتاني تطلع 450 بيضه 400 بيضه وكتعاود تهبط عاوتاني كتمشي بهاد الوتيره. علاش؟ السؤال المطروح لان الدجاجه كيكون عندها واحد العش ديال البيض. واحد العش ديال البيض كيكون فيه واحد العدد ديال البيض. ملي كتكمل الدجاجه هذاك العدد ديال البيض كتاخذ واحد الفتره ديال الاستراحه. هاد الفتره كتكون من 7 ايام حتى ل 8 ايام تقدر توصل حتى ل 10 ايام على حساب السلالات وعلى حساب يعني الدجاجه والصحه ديالها وعلى حساب حتى الاعلاف و يعني الفرشه الخضراء اولا المسرح اللي كتقدم لهاد الدجاج. يعني هادشي كله كيدخل في هاد الفتره ديال الراحه ديال الدجاجه. من بعدها كتبدا الدجاجه عاوتاني الانتاج.
هذيك الوقت اللي كتوقف فيه الدجاجة على البيض، هذاك الوقت حتى هو خاصنا نزيدوه نقسموه على الأيام اللي كانت كتبيض الدجاجة. لهذا راه كنقول للإخوان أي واحد بغى يدير هذا المشروع راه خاصو يحسب البيض من نهار بدات الدجاجة تبيض حتى النهار اللي غتبيع فيه الدجاجة، ونقسم العدد ديال هذاك البيض اللي دخلت على عدد الأيام. ملي كنديروا هاد العملية هادي كيكون عندنا كيتغير الرقم، ما كنبقاوش نقولوا ان الدجاجه راه بيضات لينا 450 بيضه في النهار او 400 بيضه في النهار. ملي كنديروا هاد القسمه هادي الا خدمنا بطريقه جيده، وفرنا يعني مسرح ومرعى جيد، وعطينا اعلاف مركبه مزيانه او عطينا اعلاف طبيعيه مزيانه يعني متوازنه فيها البروتين والالياف والسكري والكربوهيدرات او الطاق الاعلاف الطاقيه، غادي نحصلوا على تقريبا يعني في احسن الظروف 65% انتاج حتى ل 70% ديال الانتاج. الا قلنا 70% ديال الانتاج راه حنا تقريبا كنهضروا على واحد 300 بيضه 350 بيضه ديال الانتاج في هاد ال 500. هذا راه معدل ممتاز. الا دابا ملي غادي نديروا هاد القضيه عاد باش غادي نعرفوا الربح. حنا من هاد ال 500 غناخذوا غير 300 بيضه. الا خدينا 300 بيضه وبعناها بدرهم ونص، عاوتاني ملي كنقولوا درهم ونص هو راه عنده طريقه باش كيتحسب، لان البيض في واحد الفتره ديال شهر 12 وشهر 1 وشهر 2 وشهر 10 كيكون البرد، كيكون البيض قليل، البيض كيوصل حتى 44 ريال 46 ريال، يعني 2 دراهم و20 فرانك، 2 دراهم و30 فرانك، حتى 2 دراهم و40 فرانك. ولكن في فترات اخرى من السنه كيوصل البيض درهم و40 فرانك، درهم و80 فرانك، درهم و50 فرانك. عاوتاني كنجمعوا الاشمنه ديال البيض ديال السنه كامله وكنقسموها على عدد الايام، وكناخذوا القيمه الصحيحه ديال البيض. يعني ملي غنبيع البيضه بدرهم و40 ولا درهم و50 ولا درهم و60، غنزيدها على الفتره اللي غنبيع فيها 2 دراهم و20 و2 دراهم و30 و2 دراهم و40، وغنقسمهم على عدد الايام ديال الانتاج اللي خدمت بهذيك الدجاجه. هنا غنحصل على العدد الصحيح. ما نبقاوش نكذبوا على عباد الله، اولا كاين بعض الاخوان اللي ما كيعرفوش، يعني ما دوش بالدجاج الفتره ديال الانتاج ديالو كامل، لان الدجاجه راه عندها دوره ديال العمل. الدوره ديال العمل كتبدا من يوم بدايه الانتاج حتى اليوم اللي كتوقف فيه الانتاج. وهذا الحساب اللي كنقول لكم راه الدوره اللي كنهضر عليها هي ان الدجاجه خاصها تبدا معاك الانتاج في شهر 9، يعني تبدا تربي انت في شهر 6 ولا شهر 5، وتوصل معاك الدجاجه للانتاج في شهر 9، وتخدم بها من شهر 9 حتى لشهر 6 او شهر 7، وكتبيعها للاستهلاك يعني اللحم، يعني كتمشي كتذبح او اللي باغي، المهم كتباع في شهر 7 شهر 6 خاصها تتباع. من بعد شهر 6 وشهر 7 علاش كنقولوا ان خاصها تتباع في شهر 6 وشهر 7؟ لان في شهر 6 وشهر 7 كتدخل الدجاجه للقلش او للبداله او لتغيير الريش، وفي هذه الفتره كتوقف الدجاجه على الانتاج ديال البيض، كيزيد الاستهلاك ديالها الاعلاف وكينقص الانتاج ديالها البيض. وكتكون يعني في هذيك الفتره الا دخلنا في هذيك الفتره راه كاع الحسابات اللي قلناها غتغير، لان كتاخذ معنا واحد شهرين حتى 3 شهور كيكون فيها الانتاج ضعيف. يعني هذيك 500 دجاجه تقدر توصل معاك ل 100 بيضه في النهار او 90 50 بيضه في النهار، يعني كتنقص النسبه ديال الانتاج بزاف. كنفضل انا وكنصح، وهذه هي الطريقه اللي كنخدم بها، انني كنبيعها في شهر 6 وشهر 7، كتمشي للاستهلاك. يعني الانسان الناس ديال اللي كيجيو للباديه في الصيف يعني كيكونوا باغيين يذبحوا الدجاج، يعني يطيبوه، كتكون مزيانه في الماكله لانها باقا صغيره يلا عندها عام. كيشريوه الناس ديال البوادي اللي باغيين يربيو الدجاج وياخذوا منه البيض، وهذا ما كيكونش عندهم مشكل لانهم كيعطيو غير المخلفات ديال المنزل والبقايا ديال الطعام ديال المنزل. ما عندهمش مشكل الدجاجه توقف واحد الشهر ولا شهر ونص ولا 3 شهور، بالمقارنه مع الدجاج البلدي راه عندهم عادي هادشي. يعني
هذا الشيء شكون اللي كيتاثر به؟ كيتاثر به الانسان اللي كيكون كيربي اعداد كبيره. راه ملي كنقولوا اعداد كبيره راه اقل عدد راه هو 500. راه اقل عدد راه هو 500 الا بغيتي يكون عندك واحد الدخل مزيان. نكملوا العمليه الحسابيه. وكنعتذر لان هذا الفيديو غادي يكون طويل شويه، ولكن راه فيه معلومات جوهريه يقدر عمر شي واحد ما شاركها معكم. وراه هذا الشيء راه عن تجربه ديال العديد كبير ديال القطعان. جربنا السلالات الثقيله والسلالات الخفيفه، وخلطنا السلالات الثقيله مع الخفيفه، ودرنا بزاف ديال الخلطات باش وصلنا لهاد يعني المعلومات اللي كنشارك معكم الان. الى حسبنا الربح الصافي ديال الانسان خدا الدوره من البدايه ديالها للنهايه ديالها في الوقت الصحيح بالطريقه الصحيحه، غادي نحسبوا الارباح ديالو. قلنا ان 500 دجاجه بدات معاك من البيضه حتى العتوقه وصلات عليك ب 50 درهم. حنا غادي نديرو ديال 50 درهم، واللي بغى يدير ديال 65 درهم راه يحسبها ديك الساعه وغادي يعرف الاثمنه. يعني 500 دجاجه غتقام عليك التكلفه ديالها 500 ألف، اي بمعنى 25 ألف درهم، اي 2 ونص. هذه فيها التغذيه ديالها، الادويه ديالها، المسائل ديالها كامله وصلات معاك للانتاج. الفروج راه كيكون فيه واحد الربح كتبيعو كتاخذ الربح ديالو. هذاك بوحدو نديرو عليه حلقه اخرى ان شاء الله ونحسبوا ليه حتى هو ونعرفوا التفاصيل ديالو. حنا دابا كنهضروا غير على الدجاجه انها كلات عليك 2 ونص. هذه السلعه واصله عليك 500 عتوقه واكله عليك 2 ونص باش مقيومه عليك ثمن 50 درهم الدجاجه. غتبدا معاك الانتاج، غتبيض معاك، وصلت معاك الانتاج في شهر 9 اولا شهر 10. حنا غنحسبوا شهر 10، شهر 11، شهر 12، شهر 1، شهر 2، شهر 3، شهر 4، شهر 5 وشهر 6، اي بمعنى 8 ديال الاشهر. 8 ديال الاشهر غادي تبيض لك فيها كما قلنا 8 ديال الاشهر. ودابا ركزوا معايا مزيان باش يتضح لكم الامر، واللي ما فهمش مزيان يقدر يصيفط ليا في التعليقات وندير ليه العمليه الحسابيه، اولا راه يتبع هادشي اللي غادي نقول ويدير عمليه حسابيه لراسو. غادي نقولوا 8 ديال الاشهر. الشهر فيه 30 يوم، يعني 30 مضروبه في 8 غادي تعطينا 240 يوم. 240 يوم، كل يوم عندنا فيه 350 بيضه. هذا قلنا المتوسط. غادي يقولوا لي الناس بان راه تقدر تبيض كثار تبيض قل، هذا المتوسط ديال الانتاج غيلعب ما بين 300 و 350. حنا درنا 350 كمتوسط للانتاج في العام في 8 اشهر كامله ديال الانتاج. غادي تخرج لينا 350، يعني غنديروا 350 بيضه مضروبه في 240 يوم اللي هو عدد الايام في 8 ديال الاشهر كامله. غادي يخرج لينا الخارج هو 8000، هي 84000 بيضه. يعني الحصيله ديال البيضه غتكون عندنا في العام كامل هي 84000 بيضه. باش نعرفوا الثمن غنديروا 84000 بيضه مضروبه في درهم ونص اللي هو ثمن البيضه الواحده. وهذا ايضا راه متوسط، المتوسط ديال الثمن. يقدر يكون الثمن 2 دراهم ولا 2 دراهم و40 سنتيم، ويقدر يكون درهم ودرهم و40 سنتيم ولا درهم و20 سنتيم. حنا درنا المتوسط، يعني كنزيدوا هذا على هذا كيعطينا درهم ونص، بمعنى 84000 بيضه مضروبه في درهم ونص غتعطينا 126000 درهم، يعني 12 مليون تقريبا ونص، 12 مليون و6000 درهم. 12 مليون و6000 درهم، 126000 درهم. هذا الدخل ديال هذاك العام، فيه الصائر وفيه الارباح. غنجيو باش نحسبوا حنا شحال صيرنا. غادي نديرو الصوائر ديالنا اللي هي عدد الايام، وهي 240 يوم اللي هي 8 الاشهر.
غادي نضربوها في 250 درهم. يعني خنشه ديال العلف، هي راه ممكن انك دير خنشه ديال العلف المركب اللي هي كدير 210 دراهم، اولا دير 50% ديال العلف المركب واعلاف طبيعيه، اولا دير غير الاعلاف الطبيعيه. يعني في كاع الحالات ما غادياش تعدى معاك 250 درهم بالادويه ديالها بالمسائل ديالها كامله. يعني حنا دايرين درت الحساب ديال الزائد، يعني في هاد 250 درهم تقدر تشيط لك 10 دراهم ولا 15 درهم ولا 20 درهم زائد ناقص. يعني دائما انا زايد يعني في المصاريف باش يكون الحساب مضبوط وما عمرك يعني تخرج خاسر. كما قلنا 240 عدد الايام ديال 8 الاشهر مضروبه في الاستهلاك اليومي اللي هو 250 درهم بين اعلاف وادويه، كيخرج لنا الناتج هو 60000 درهم. يعني الصائر ديال العام كامل ديالك هو 60000 درهم اللي هي 6 ديال المليون. باش نعرفوا شحال المداخل ديالنا حنا في العام كامل، غنديروا الارباح اللي دخلنا حنا كامله اللي هي 126000 درهم، نقصوا منها 60000 درهم اللي هي ثمن الاعلاف والادويه، غتبقى لينا 66000 درهم. غناخذوا هاد 66000 درهم اللي هي الارباح ديالنا الصافيه ما فيها لا مصاريف لا حتى شي حاجه، غتجينا 8000. غنقسموها 66000 درهم غنقسموها على 8 ديال الاشهر، غتجينا 8250 درهم في الشهر. يعني غتولي بحال خدام عند راسك ب 8250 درهم في الشهر. وهذه يعني دخل مهم وجيد ومناسب للإنسان اللي يكون مقيم في البادية. إلا أن هذا الدخل هذا باش نكونوا واقعيين راه خاصه بزاف ديال الضوابط. راه باش تربي 500 دجاجه راه خاصك بزاف ديال الحوايج يكونوا متوفرين باش تنجح في هذه المسيره وتنجح في هذه العمليه من ا حتى لزاد، وتكون عندك الامور ناجحه. كما قلت لكم ان شاء الله راه غادي تجي هادشي كله ان شاء الله غنجيبوه في فيديوهات اخرين. نتمنى انكم تعاونوني بالتعليقات، تعاونوني بالحوايج اللي ما فهمتوش، الحوايج اللي كيوقفوا والحوايج اللي كيعرقلوا او ما يخليوش هذه العمليه الحسابيه انها تكمل وانها تنجح. بزاف ديال الاخوان دابا كيدور لهم واحد التساؤل في راسهم اللي هو وفينا هي الثمن ديال العتوقه؟ راك انت ما حيدتيش من المصاريف. الثمن ديال العتوقه الاخوان كيبقى هذاك الثمن كنسميوه حنا يعني راس المال الثابت. انت نهار اللي بديتي بديتي بجوج ديال المليون ونص، النهار اللي غادي تبغي تخرج غتخرج بجوج ديال المليون ونص، الا ما قلناش انك غادي تخرج بكثر لانها وصلت عندك عتوقه ب 50 درهم. نهار اللي غتبغي تبيعها انت غتبغي تبيعها دجاجه، هنا عاوتاني كتدخل بزاف ديال المسائل. الا بعتيها في شهر 6 ولا شهر 5 اولا البدايه ديال شهر 7، يعني العتوقه باقا زوينه بالريش ديالها في الصحه ديالها مزيانه وباقي عليها الطلب، تقدر تبيعها ب 60 درهم، تبيعها ب 70 درهم، تبيعها ب 75 درهم، انت والفتره ديال السوق وانت والثمن ديال السوق وعلى حساب حتى السلاله. الا كانوا عندك سلالات تقال تقدر تبيعها ب 80 درهم، 85 درهم، 75 درهم. كانوا عندك سلالات خفاف راه ما كتعداش 60 درهم، 65 درهم. اي بمعنى راه هذاك حتى هو كاين واحد الدخل اضافي. عندك 500 دجاجه يعني راه غتعاود تدخل فيها واحد 500 الف فرنك، يعني واحد 100,000 او 120,000 اضافيه زائد راس مال اللي درتيه الاول. ولكن حنا هذاك ما حسبناش لان كاينين بزاف ديال الحوايج كيدخلوا في المشروع. يعني كيموتوا لك الدجاجات وانت كتربي، تقدر تموت لك واحد 10 20 30، تقدر تموت لك حتى 50، تقدر تموت حتى 100 خلال الفتره التربيه كامله متفرقه. لان كيكون مشكل اللي هو بسيط وحنا دزنا فيهم، يعني خنشه ديال العلف ما مزياناش، ربما يعني واحد يعني دواء ديال الزراع وخرج سرح فيه الدجاج، بزاف ديال المشاكل. يضرب عندك شي مرض ياخذ لك واحد النسبه من الدجاج هذه كامله. هادشي علاش كنخليو يعني الارباح ما كنبغيوش نحسبوها
بدقه، لان هي عمرها كتخرج يعني بهذيك الدقه. ديما كنخليو واحد النسبه فين نلعبوا حتى لا كانت خسائر لقاو شويه ديال الارباح اللي تغطي هذيك الخسائر. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. انا عرفت طولت فيه بزاف، يعني فيه 27 دقيقه تقريبا او لا 29 دقيقه، نقولوا نص ساعه. ولكن الانسان اللي باغي يبدا واحد المشروع اللي غادي تكون التكلفه ديالو تقريبا كما قلنا يعني الصائر ديال الاعلاف كامله هو 6 المليون، زائد يعني راس المال الاول اللي هو 2 المليون ونص، يعني هي واحد 8 ديال المليون ونص. ماشي بالضروره تكون عندك كامله دقه واحده. هذا تا هو ان شاء الله غنرجعوا نعرفوا بشحال تقدر تبدا وشحال غادي تقدر توصل. ولكن هذا المبلغ اللي هو كبير، يعني الا ريحتي وتصنتي لهذا الفيديو فيه 30 دقيقه واستفدتي منه وعرفتي ان هاد الهضره اللي كنقول لك راها صحيحه، يعني ريح مع راسك مزيان وقارن الهضره ديال واحد متمرس يعني كيمارس المهنه وفي الميدان مع الهضره ديال واحد اللي غير يعني غير كيقول عمليات حسابيه وغير داوي من فراغ. هذا هو الموضوع ديال اليوم، نتمنى يكون مفيد. راه كنحاول نشارك معكم يعني المعلومات كما هي، وفهمتي هذا حبا في الله، يعني راه باغيت غير المعلومه توصل وما يبقاش الانسان كيعيش هذاك الوهم ديال الثراء الفاحش من العدم. لان راه كنعرف ناس وخدمت مع ناس يعني عندهم بيجي كبير، يعني عندهم واحد راس المال اللي هو كبير، كاينه 100 مليون و150 مليون و200 مليون، ويعني وطرحوا عليا هذه المساله ديال اننا نديروا هذا، ودرتها مع بعض الناس اللي عندهم الاموال. ولكن راه ما قنعهمش هذا الدخل اللي كيبان لينا حنا، يعني حيت هما كيجيو كيحطوا البيجي كامل، يعني كيقول لك شحال غيطلب لينا هذا المشروع، هي خاصنا واحد 50 مليون واحد 55 مليون، ها هي شحال غنربح ملي كتريح وتفصل ليه وتعطيه وديطاي ليه المسائل، كيقول لك شحال غادي نربح، غنربح قدا وقدا. كيلقى بان المشاريع ديالو هو اللي هو خدام فيها، الا حط فيها هاد راس المال هذا غادي تعطيه ارباح اكبر واكثر واضمن. لهذا فراه الدجاج كيبقى مشروع ديال يعني الطبقه الفقيره، الطبقه اللي ما عندهاش راس المال، يعني عندها واحد البيجي اللي هو قليل باغا تبدا به وباغا تكبرو. يعني الا بديتي بواحد المليون وصبرتي واحد العام يعني وانت كتلقط عندك خدمه اخرى كتلقط وكتجيب شويه من هنا شويه من هنا وكتصير في هذا المشروع هذا، فراك من بعد واحد العام ولا عامين غيولي عندك واحد راس المال اللي هو زوين اللي تقدر تكمل به في الدجاج على حساب المساحه الارضيه اللي حتى هي كتلعب واحد العامل كبير يعني كتلعب واحد الدور كبير على حساب الكميه المساحه ديال الارض كتحكم لك في المشروع ديالك الافاق ديالو فين حدو فين غادي يوصل. او لا تاخذ هذاك الفلوس وتخلي الدجاج يعني في هذاك الحدود ديال الارض اللي عندك انت، وتستثمر فلوسك في مشاريع اخرى. هذه ان شاء الله كلها مواضيع غادي نناقشوها في حلقات اخرى ان شاء الله. الى شجعتونا بالدعم ديالكم، لي لايك ديالكم والكومونتيرات ديالكم راهم كيفرحونا وكيخليونا نتفاعلوا ونهضروا في هذه المواضيع اللي كتعجبني وكتفرحني يعني صدقا، وكيعجبني نهضر فيها معاكم. تبارك الله عليكم، تحياتي لكم والسلام عليكم.